نواصل مع الحوار. مبعد جبل فاطمة على الجبلنا ورانا ذبلنا وقولوا الجبل فاطمة يجاور جبلنا. مبعد جبل فاطمة يا رفاقه وكبرنا شواقه وقداش من زول حملنا فراقه. قداش من زول حملنا فراقه. على الله تهبهب ريح اشراقه تخلص وحلنا يا فاطمة راهو غرامك نحلنا. مبعد جبل فاطمة على جبلنا ورانا ذبلنا وقولوا الجبل فاطمة يجاور جبلنا. القسم بقولنا من قرية القلعة وتمدية الدوز ولاية قبلي معلم فقط. بالقاسم ما حكينا شوي على طفولتك، كيفاش كانت؟ طفولة عادية زي كل الناس، ثم بعدين الدراسة، ثم بعد دخلت التعليم. علاقتك بالعائلة بالوالد والوالدة كيفاش كانت؟ علاقة طيبة الحمد لله، خاصة مع الوالدة. هي والدة وراسك وراس عيوني وحشك شعل مكباس في المكنوني. تحية لكل والدة لكل أم. كان ما كنتش معلم وفنان شنو كنت تنجم تكون؟ الله أعلم، يمكن أكون شاعر، يمكن شاعر، يمكن، ولو أني مانيش شاعر. أقرب الشعراء لقلبك؟ أحمد البرغوثي طبعا. بالنسبة لعائلتك شجعتك على الفن؟ ولا الفن كان صدفة في حياتك؟ كان صدفة بالضبط. كيفاش كانت الصدفة هذه؟ والله صدفة بسيطة هي وكان فيها عنصر آخر يمكن يكون حبيت نأرخ أغنية يعني فقط لا أكثر لا أقل. أغنية شنيا؟ أغنية بعيد برك اسم حظيفة. باهي بالقاسم شكون الناس اللي دين لهم مكانتك توا كمعلم وكفنان؟ أنا ندين لكل الناس بدون تمييز هذا ولا هذا. أي إنسان علمك حاجة؟ كل إنسان أكيد. الأشياء اللي ما تحبيش؟ ما عنديش قرب يكرهني، نحب كل شيء يعني. الأشياء اللي تحبها برشا؟ الأشياء اللي تحبها الناس الكل هي حاجات بديهية. الناس تحب الجمال، تحب الغزال، تحب الخيل، تحب الزهور، تحب الأطيار. هذه حاجات بديهية في كل إنسان، مش مقتصر على شخص يحب هذا وهذا. هذه أشياء بديهية عند كل إنسان يحبها. بعد الصفات يحب الصحراء، يحب البحر، يحب القمر، هذه أشياء طبيعية. بعد الصفات اللي تستأمنها في الإنسان؟ كيفاش؟ صفات ما تحبهاش في الإنسان؟ كل ما هو سيء، الغرور، الأنانية، كل ما هو أشياء سيئة. بالقاسم بوقلنا تحب الوحدة؟ أحيانا أحب الوحدة خاصة في الصحراء أحيانا. شنو تمثلك الصحراء؟ الصحراء هي مصدر إلهام، صحراء امتداد، هدوء، سكينة، وصراع مع الطبيعة، صبر. صحراء هي كل شيء. على كل باش تنصح الفنان الشاب شنو الوصفة اللي يتبعها باش يوصل مش للشهرة، باش يوصل القلب الناس كيما وصل بالقاسم بوقلنا؟ إن شاء الله راني وصلت، هذه خطر. إن شاء الله راني وصلت. يعني أكثر شيء الإنسان يكون صادق مع نفسه وما يغنيش للناس، يغني لنفسه، شخصه هو أصلا. وقت يعيش مع روحه ويغني لنفسه. يعني نجاح البشر بالروح، انطلاقته. كيف ما كل البلاد يبناها رجالها، الإنسان يلزم يبني روحه بروحه. أهم حاجة ذيك. الإنسان يلزم يروحه بروحه، وقت يقتنع بروحه هو، يقتنع بإمكانياته، يكون صادق مع روحه صراحة كاملة بدون لا لف ولا دوران، يكون صادق مع ذاته. أهم شيء. وهو في الأصل كل إنسان يعرف إمكانياته وين توصل في أي مجال، في أي ميدان من ميادين الحياة. كل إنسان يعرف إمكانياته. إذا كان كل إنسان صادق في أي ميدان ينجح، مش من أجل الناس باش يقولوا هاو نجح، ينجح في حياته هو كشخص. هو لاش الإنسان يعطي في شعري باش يخلق توازن نفسي لشخصه هو أصلا. إذا كان أنت خلقت توازن
يعني بتعميرة، برسم، بأغنية، بقصيدة، بأي شيء، بأخذ صورة فوتوغرافية، يعني تحقق ذاتك. انطلاقة إذا الإنسان تكون من ذاته قبل كل شيء. باهي احكي لنا شويه على بلقاسم بوقنا الزوج. هذه مشكلة أخرى هذه. هذه مشكلة الزوج، هذه مشكلة. ما سالكش برشا من اللي عرسته؟ أي من شهر جويلية. كيفاش لقيت التجربه هذه؟ تجربة صعبة شوي. احكي لنا عليها. ما عندي ما كيفاش نحكي نجم عليها. تتاقلم مع، خاصه ان انت تحب الحريه ما عندي ما نحكي عليها. حصلنا كما يحصلوا الناس وكهو.